حقق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه ويست هام يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد أستون فيلا الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مقابل تعادل وحيد وخسارتين إلى النقطة التاسعة عشر في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة خلف توتنهام صاحب المركز الرابع في المسابقة مؤقتا. وفي المقابل توقف رصيد ويست هام الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم، وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد وضع المدرب الإسباني أوناي إيمري فريقه أستون فيلا بين كبار البريمير ليج منذ أن تولى المسؤولية. وإلى الدوري الإسباني، في لقاء برشلونة وأتلتيكو بيلباو حقق برشلونة فوزا ثمينا وفي الدقائق الأخيرة بشق الأنفس بعد الفوز على أتلتيكو بيلباو في ملعب النادي الكتالوني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا. وسجل هدف المباراة الوحيد مارك جويو لاعب برشلونة الشاب في الدقيقة 80. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني. انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من ميدان مستضيفه ميلان بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 20 ويحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز الثاني. وجاء الهدف الوحيد عن طريق مانويل لوكاتيلي. وفي منافسات الدوري الإفريقي حقق الوداد الرياضي المغربي الفوز على نظيره إنيمبا النيجيري بهدف دون رد. وسجل يحيى جبران الهدف الوحيد في المباراة لصالح الوداد البيضاوي في الدقيقة 39 ليضع قدما لفريقه في النصف النهائي. ونجح يحيى جبران قائد الوداد في كتابة التاريخ رفقة ناديه بتسجيل هدف في مرمى إنيمبا النيجيري من ركلة جزاء، وذلك في ذهاب ربع النهائي دوري الإفريقي. وأصبح جبران أول لاعب مغربي يسجل الفريق المغربي في الدوري الإفريقي.